بيبدأ فيلمنا بكاتبة روايات اسمها أوليفيا، وبتكون أوليفيا قاعدة في كافيه في مدينة نيويورك، وبتحاول أوليفيا تكتب رواية جديدة علشان تحافظ على نجاح آخر رواية ليها، ولكنها ما بتكونش قادرة تجيب أفكار جديدة للرواية دي بسبب الضغوطات اللي هي بتتعرض لها، لأنها محبوبة جدا وآخر رواية ليها كسرت الدنيا بسبب الرومانسية الكتير اللي كانت في الرواية. وكل اللي قرا الرواية بتاعتها بيتمنى يعيش نفس الرومانسية دي. وأثناء ما هي بتحاول تجمع أفكار للرواية الجديدة بتاعتها، بتحجز تذاكر سفر لجزيرة هيفن عشان تسافر هي وحبيبها كايل ويحتفلوا بذكرى ارتباطهم. وأول ما بتحجز التذاكر بتدخل عليها واحدة من المعجبين بتوعها وبتطلب منها إنها تتصور معاها، فبتعاملها أوليفيا بأسلوب لطيف جدا، وبيبان قد إيه أوليفيا طيبة وبتحب المعجبين بتوعها، فبتتصور معاها بكل تواضع وبتمضي لها على الرواية بتاعتها. فبتسيبها المعجبة وبتمشي وهي مبسوطة جدا، وبترجع أوليفيا تفكر تاني علشان الرواية الجديدة بتاعتها، ولكن بقطعها حبيبها كايل. وكايل ده مهندس ومشغول طول الوقت بسبب التطبيق اللي هو صممه، وبسببه بيكون مشهور جدا وكل الشركات بتكلمه علشان تتعاقد معاه، وده خلاه طول الوقت مشغول ومش مهتم بأوليفيا زي الأول، ولكنها بتحبه وبتحاول تخليه مبسوط في علاقته معاها علشان ما يسيبهاش. وفي الوقت ده بتقول له أوليفيا إنها حجزت تذاكر سفر لجزيرة هيفن علشان يسافروا مع بعض ويحتفلوا بذكرى ارتباطهم، لكنه بيحبطها وبيقول لها إن هو مش هيقدر يسافر معاها لأنه مشغول جدا، وبيقول لها إنه جاي لها عشان يقول لها إن هو هينفصل عنها بسبب شغله، وبيتمنى لها حياة سعيدة وبيسيبها ويمشي. فبتتصدم طبعا وما بتبقاش عارفة تعمل ايه، وكمان بتتضايق أوليفيا من أسلوب كايل معاها، ولكنها بتقرر تتخطاه وتبدأ حياتها من أول وجديد لأنه هو مش بيحبها زي ما هي بتحبه. وبعد مرور شهر من اليوم ده بنشوف أوليفيا وهي بتتكلم مع المديرة بتاعة دار النشر، وبنعرف من كلامهم مع بعض إن أوليفيا مش عارفة تكتب الرواية الجديدة بتاعتها، وده بسبب انفصالها عن كايل، وإن هي لسه مصدومة ومش عارفة تتخطاه. لكنها بتطلب من المديرة مهلة علشان تبعت لها جزء من الرواية الجديدة، فبتقول لها المديرة إن قدامها 10 أيام بس وإلا هتأجل روايتها للسنة الجديدة. فبتقفل أوليفيا المكالمة وهي مش عارفة تكتب إيه في الرواية، وبتكون في الوقت ده مش قادرة تركز في أي حاجة لأنها زعلانة بسبب انفصالها عن كايل. وبنروح بعد كده لدولة روفيا، وبنشوف أمير اسمه ألكسندر، وبيكون قاعد بيقرأ الرواية بتاعت أوليفيا، وبيجي المساعد اللي اسمه ليستون وبيسأله نيستون عن الرواية اللي في ايده لأنه بيقرأ فيها بقاله يومين. فبيحكي له ألكسندر عن الرواية وبيقول له إن هي رومانسية جدا، وبيقول له إن هو نفسه يعيش الأحداث اللي في الرواية دي لأنه هو زهق من حياته كأمير، ونفسه يعيش حياة عادية ويحب ويتحب زي كل الناس من غير ما حد يعامله علشان ثروته. فبقول له نيستون إنه هو في يوم من الأيام هيقابل حب حياته وهيكمل باقي حياته معاها، لكنه هو دلوقتي مضطر إنه هو يستعد علشان يسافر لأمريكا لأنه هو عنده اجتماعات كتير هناك، وبعد الاجتماعات دي هيرجع مرة تانية علشان يحضر احتفال تأسيس الدولة السنوي. وبقول له في الوقت ده إن في رسالة جات له من الدكتور لي، والدكتور لي ده هو المسؤول عن المحمية اللي بناها أبو ألكسندر في جزيرة هيفا، وبنى المحمية دي بسبب حبه للكائنات البحرية ولأنه خايف عليهم من الانقراض. ومن وقت ما اتبنت المحمية دي والدكتور لي هو المدير بتاعها، وكل سنة بيعمل حفلة لجمع التبرعات من الأغنياء وبيصرف التبرعات دي على المحمية علشان يفضل محافظ على الكائنات اللي فيها. والسنة دي بعت الدكتور لي دعوة لألكسندر علشان يحضر حفلة التبرعات، ولكنه مش هيقدر يحضرها لأنه في يوم نفس حفلة تأسيس روفيا وهو الأمير ولازم يكون موجود في حفلة زي دي. وده اللي بيخلي ألكسندر متضايق جدا لأنه كان بيتمنى يحضر الحفلة ويعيش كام يوم بعيد عن القصر والحياة الملكية. وبتيجي أم ألكسندر وبتكون هي ملكة روفيا بعد وفاة جوزها، وبسبب الحياة السياسية تحولت أمه تماما وبقت شخص صعب جدا، وده بيبان جدا في كلامها معاه لأنها مش بتكون مهتمية بأي حاجة غير الحكم وبس. وعلشان كده بتحاول تجبر ألكسندر إنه هو يتجوز أميرة اسمها كاثرين علشان يحافظ على نسل العيلة ويعيش حياته كملك لتروفيا. وبتقول له إنه هو هيقابل كاثرين يوم حفلة التأسيس، وهي عزمتها على الحفلة علشان يتعرفوا على بعض، لكنه مش بيوافق على كلامها، وبقول لها إن هو مش بيحب كاثرين ومش هيقدر يتجوزها، وان هو عايز يتجوز البنت اللي هو هيحبها وهيختارها قلبه. لكن امه بتكون صعبة جدا ومش بتوافق على اي حاجة هو بيقولها، وبتأكد عليه ان هو لازم يحضر الحفلة ويتعرف على كاثرين. وبيفكر هنا الكسندر ان هو يهرب من الحفلة دي بأي طريقة، وبقول لأمه ان الدكتور لي بعت له رسالة علشان يحضر حفلة جمع التبرعات، وانه هو وعد انه هو يحضر الحفلة علشان كده مش هيقدر يحضر حفلة التأسيس. وبيضطر وينستون هو كمان يكذب علشان خطة الأمير تنجح، وبتوافق فعلا الملكة ان ألكسندر يسافر لجزر الهيفن ويحضر حفلة التبرعات. فبيفرح ألكسندر جدا ان هو اخيرا هيعيش حياة طبيعية بعيد عن القصر حتى لو كان لمدة اسبوع واحد بس. وتاني يوم بيوصل لأمريكا، وبعد ما بخلص الاجتماعات بتاعته بيروح الكافيه علشان يشرب قهوة، وفي الوقت ده بنشوف
أوليفيا وهي قاعدة في البيت بتحاول تكتب أي حاجة في الرواية بتاعتها، وبعد محاولات كتير بتفشل وما بتعرفش تألف أي حاجة، فبتنزل الكافيه تشرب كوباية قهوة وبتشتري شوية كتب علشان تقراهم علشان ممكن تلهمها فكرة من الأفكار بتاعتهم، وبتحاسب على الكتب. وأثناء ما هي بتحاسب بتلاحظ جزء خاص معروض فيه الرواية بتاعتها، فبتروح تتفرج عليها، وبالصدفة بيكون ألكسندر معاه في نفس المكان، وهو طالع من المكان بيخبط في أوليفيا وبوقع كل الروايات على الأرض، وبينزل بسرعة عشان يلم معاها الروايات وبيعتذر لها إن هو خبطها من غير قصد. ولما بتيجي عينه في عينها بيوقف بيها ألكسندر بسرعة لأنها جميلة جدا، وبيحاول إن هو يتكلم معاها وبيسألها لو كان شافها قبل كده، لكنها بتتهرب من السؤال وبتمشي بسرعة. وبيبص ألكسندر في الرواية وبيشوف صورة أوليفيا وبيعرف إنها مؤلفة الرواية اللي في إيده، فبيجري وراها بسرعة علشان يتكلم معاها لكنه مش بيلحقها. وبتروح أوليفيا على البيت وبتفضل تقرا الكتب اللي هي اشترتها، لكنها مش بتقدر تكتب أي حاجة جديدة، فبتقطع كل الكتب وبتكون حزينة جدا. وبتجي لها كاتي علشان تطلعها من الحالة اللي هي فيها، وبتقترح عليها إن هم يسافروا مع بعض على جزر هيفن علشان تغير أوليفيا مودها وتقدر تكتب من جديد. وبتوافق أوليفيا وبيسافروا تاني يوم لجزيرة هيفن، وأول ما بيوصلوا للجزيرة بتحاول أوليفيا إنها تكتب أي حاجة جديدة لكنها برضه مش بتعرف، فبتخرج تتمشى علشان تغير مودها. وفي طريقها بتقابل كايل حبيبها السابق، وبتشوفه وهو مع واحدة جديدة، وبتعرف إن هو انفصل عنها علشان بيحب واحدة تانية، فبتستخبى أوليفيا بين الشجر علشان تراقبهم وهم مع بعض. وفي الوقت ده بيوصل ألكسندر لجزر هيفا، وأول ما بيوصل بيطلب من نيستون إن هو يتمشى لوحده، وفي طريقه بيشوف أوليفيا وهي مستخبية بين الشجر، فبيسألها بتعمل ايه، فبتتوتر أوليفيا وبتقول له ان في حاجة وقعت منها وهي بتدور عليها، فبتسلم عليه وبتعتذر له انها سابته ومشيت امبارح، وبتبرر له ده انها هي ما كانتش في المود. وقبل ما يعرفها ألكسندر على نفسه بيظهر كايل وبيسلم على أوليفيا وهو متوتر لانه كان قايل لها ان هو مشغول ومضطر ان هو ينفصل عنها لانه مشغول ومش فاضي يسافر معاها. وبيعرفها على حبيبته الجديدة واللي اسمها تيفلين، وبيقول لها ان هو اتعرف عليها من اسبوعين بس. وبيعرفهم ألكسندر على نفسه انه هو موظف في المحمية، وبخبي عليهم ان هو امير لانه خايف ان أوليفيا تعجب بيه لانه امير. وفجأة بتظهر كاتي وبتسلم على ألكسندر، لكن أوليفيا بتاخدها وبتمشي. وتاني يوم بيروحوا هما الاتنين لمطعم على الشاطئ، وبتسيبها كاتي وبتروح تشتري حاجة تشربها. وفي نفس الوقت ده بيكون ألكسندر هو ونيستون بيتمشوا في المحمية، وفجأة ألكسندر بيشوف أوليفيا وهي قاعدة وحدها، فبروح لها وبيسلم عليها وبيعرض عليها انها تخرج معاه تاني يوم. وقبل ما ترد عليه بتظهر كاتي وبتتعرف هي كمان على ونيستون، وبتقنع أوليفيا ان هم يخرجوا هم الأربعة تاني يوم علشان تغير مودها. فبتوافق أوليفيا وبيتفقوا تاني يوم ان هم يتقابلوا على الشاطئ. بيمشي ألكسندر هو ونيستون بيحاول يقنع ألكسندر إنه هو اللي بيعمله ده غلط، وإنه هو لازم يقول لأوليفيا على الحقيقة وهي اللي تقرر هتعجب بيه ولا لا. فبقول له ألكسندر إنه هو هيقول لها على الحقيقة ولكن في الوقت المناسب. وبنشوف مساعد الملكة وهو بيراقب ألكسندر وبينقل لها كل أخباره علشان ما يعملش أي حاجة تضر مكانته كأمير. وتاني يوم بروح ألكسندر للشاطئ علشان يقابل أوليفيا وكاتي، وبيقضوا اليوم مع بعض وهم فرحانين. وبنى على ألكسندر إن هو بدأ يعجب بأوليفيا فعلا، ونيستون كمان بدأ يحب كاتي. وفي آخر اليوم بروح ألكسندر وأوليفيا علشان يتمشوا سوا، وبيبدأ ألكسندر يحكي لها على المحمية وبقول لها إنه هو عامل في المحمية وإنه هو مهتم بالمحمية علشان بيحب الكائنات البحرية اللي فيها. وبيبدأ يتعرف على أوليفيا أكتر، وكمان بيتكلموا عن حياتها الشخصية، وبيبان عليهم هما الاتنين إنهم انجذبوا لبعض. ولما بيزهقوا من المشي بروح ألكسندر على الشاليه اللي هي فيه، وبيطلب منها إنها تخرج معاه تاني يوم، فبتوافق بسرعة وبيروح على الشاليه بتاعه وبيبقى مبسوط باليوم ده. وبيفضلوا هما الاتنين يفكروا ببعض. وفي الوقت ده ترجع أوليفيا تكتب مرة تانية لأن أخيرا مشاعرها بدأت تتحرك ومدى تغير وتمت مبسوطة. وبتوصل كاتي للشاليه وبتسأل أوليفيا على اللي حصل بينها وبين ألكسندر، وبتفرح جدا لما بتشوف أوليفيا رجعت تكتب تاني، وبتقول لها إن هي كانت عارفة من الأول إن هي هتحبه وإن هو هيكون السبب في رجوع الشغف ليها. وفي الوقت ده بخبط عليهم ريدلي، وبيكون متنكر في دور عامل توصيل بيوصل لهم هدية من ألكسندر، وبيعرف منها اسمها وبيتصل على الملكة علشان يقول لها اسمها علشان تسأل عنها. ولما بتبحث الملكة عنها بتعرف إنها كاتبة روايات، وبكده بالنسبة لها إنها من طبقة أقل منهم، علشان كده هي لازم تبعدوا عن ابنها علشان ما تأثرش على مكانته كأمير. فبتحط خطة مع ريدلي علشان يبعدوا ألكسندر عن أوليفيا. وتاني يوم بقرر ألكسندر إن هو يقول لأوليفيا على الحقيقة، فبروح لها علشان يحكي لها على كل حاجة، وبقول لها إنه هو كان بيكذب عليها. وبيقطعوا ريدلي وبقول له إن أمه عايزة تتكلم معاه. وبتعرف أوليفيا في الوقت ده إن ألكسندر هو أمير تروفيا
وبتتصدم لأنه طول الوقت ده كان بيكذب عليها، ولأنه كان مفهمها إنه هو مجرد عامل في المحمية، وبتسيبه وبترجع للشاليه. وبيكلم ألكسندر أمه وهو متعصب جدا، وبقول لها إن هو مش صغير علشان تختار له البنت اللي هو هيتجوزها، وإنه هو قرر يرتبط بأوليفيا علشان بيحبها. وبيقفل السكة وبيروح لأوليفيا الشاليه بتاعها وبيعتذر لها لأنه كذب عليها، وبقول لها إن هو كان خايف عليها من الصدمة، وإنه هو كان نفسه إنها تحبه بسبب شخصيته مش عشان هو أمير. فبتقول لأوليفيا إنها حبته فعلا بسبب شخصيته ومش مهتمة إذا كان أمير أو لا. وبتصارح أوليفيا وبيرتبطوا ببعض، وبتتحسن حالة أوليفيا وبترجع تكتب تاني بشكل طبيعي. وبيكونوا هما الاتنين مبسوطين إن هما أخيرا قابلوا حب حياتهم، والأول مرة بحس ألكسندر إن هو شخص طبيعي ممكن إن هو يحب ويتحب. وتاني يوم بروح ألكسندر للمعمل اللي في المحمية، وبيحكي لها عن ذكرياته على الجزيرة لما كان بيجي هو وأبوه على الجزيرة وهو صغير. وبيفتكر في الوقت ده الخطاب اللي هو هيقوله في حفلة التبرعات بتاعة المحمية، فبيطلب من أوليفيا إنها تساعده وتكتب له الخطاب ده لأنها كاتبة وهتقدر تعبر عن اللي هو عايزه بطريقة كويسة. فبتوافق أوليفيا وبتبدأ تكتب له الخطاب بتاع الحفلة. وبيبدأ ألكسندر يتدرب علشان يعرف يقول الخطاب ده في الحفلة. وبيجي يوم حفلة التبرع وبنشوف كاتي وهي بتطلع فساتين كتيرة جدا من الشنطة بتاعتها علشان أوليفيا تختار فستان منهم وتروح بيه الحفلة مع ألكسندر. وبعد ما بتقيس كل الفساتين تقريبا بيجي ميعاد الحفلة وبيروحوا كلهم للمحمية، وبيكون ألكسندر لابس بدلة الأمير بتاعته وبيكون مستعد علشان يقول الخطاب. ولكنه أول ما بيشوف أوليفيا بينصدم من جمالها وبيعترف لها أول مرة إنه هو بيحبها. وبيدخلوا هما الاتنين مع بعض الحفلة. ولما بيجي الدور على ألكسندر إنه هو يقول الخطاب بتاعه، بيطلع الورقة اللي ادتها له أوليفيا وبيبدأ يقرا منها لكنه اتحمس وبيكمل باقي الكلام من دماغه. وبنشوف أوليفيا وهي فخورة بيه جدا وفرحانة بالكلام اللي هو بيقوله لدرجة إن أوليفيا بتعيط. فبيعرض عليها ألكسندر إنها تقوم ترقص معاه، وأثناء ما هم بيرقصوا بيحاول يقرب لها. لكن المفاجأة هنا بتظهر أمه، فبتقول له إنها جت تحضر الحفلة علشان تشوف أوليفيا وتتعرف عليها، وتطلب منهم إن هم يجوا يقعدوا معاها على نفس الترابيزة. وبتسبق هي وبتقعد. وبتلاحظ أوليفيا إن الملكة على علاقة بريدلي في السر، بتعرف ده لما بتشوف الملكة ماسكة إيد ريدلي في الحفلة. وطول الحفلة بتفضل الملكة تكلم أوليفيا بأسلوب مستفز لأنها بتكرهها. ولما بيقوم ألكسندر علشان يتصور مع الضيوف في الحفلة، تتكلم الملكة مع أوليفيا وبتقول لها إن هي من طبقة أقل منهم، علشان كده علاقتها بألكسندر مش هينفع تكمل. وبتطلب منها إنها تبعد عنه علشان ما تدمرش حياته، لأن شعب روفيا مش هيوافق إن الملك بتاعهم يتجوز واحدة فقيرة. فبتتضايق أوليفيا من أسلوب الملكة معاها وبتصعب عليها نفسها وبتسيب الحفلة وتمشي وهي بتعيط. وبيرجع ألكسندر للترابيزة بتاعت أمه وبيسألها عن أوليفيا، فبتقول له إنها زهقت من الحفلة ومشيت. وفي الوقت ده أوليفيا راجعة للشاليه بتقابل كايل، وبتعرف منه إن هو انفصل عن تيفني بسبب إن هو مشغول طول الوقت. وبيعرض عليها كايل في الوقت ده إن هم يرجعوا لبعض، وبقول لها إن هو كان مشتت علشان كده انفصل عنها، لكنها بترفض ترجع له وبتقول له إن هو شخص مريض ومحتاج يفصل شوية بين الشغل وحياته علشان حياته تبقى ناجحة. وبتسيب أوليفيا وبتمشي. وتاني يوم بروح لألكسندر الشاليه علشان يطمن عليها، لكنه بيلاقيها مشيت. وبيعرف من كاتي إن أمه السبب في كل ده، فبيروح بسرعة على الشاليه بتاع أمه وبيبدأ يهاجمها لأنها بتتدخل في حياته الخاصة. وبقول لها إن هي السبب في إن أوليفيا تبعد عنه. وبقول لها كمان إن هو قرر يضحي بمستقبله كملك علشان يكون مع أوليفيا، وإن هو مسافر لها أمريكا. فبتحاول الملكة إنها تمنعه وبتقول له إن هو لازم يمشي على تقاليد العيلة الملكية ويتجوز أميرة. فبقول لها ألكسندر إن هو عارف إنها بتحب ريدلي لكنها مخبية على الناس علشان العادات والتقاليد، وبيطلب منها إنها تديله فرصة يرتبط بأوليفيا لأنه هو بيحبها، وهي كمان ترتبط بريدلي لأنها بتحبه. وبقول لها إن هم لازم يتغلبوا على العادات والتقاليد اللي بتتحكم فيهم، وإنه كل واحد من حقه يختار الحد اللي بيحبه حتى لو ما كانش من نفس الطبقة بتاعته. فبتقتنع أمه وبتقرر إنها تسافر معاه لأمريكا علشان تعتذر بنفسها. وتاني يوم بنشوف أوليفيا وهي بتتكلم مع مديرة دار النشر، وبنعرف إن أوليفيا كتبت الرواية كلها وسلمتها، وبتتناقش مع المديرة في أحداث الرواية. ولكن بيقطعهم صوت خبط على الباب، ولما بتفتح بتلاقي ألكسندر وبقول لها إن هو جاي لها علشان يصالحها، وإن هو بيتمنى إنها تسامحه على كل حاجة. وبيعرفها إن والدته مش هتتدخل في حياتهم مرة تانية أبدا. وعلشان يثبت لها ده جاب أمه معاه علشان تعتذر لها، وبقول لها إن هو بيحبها وعايز يتجوزها علشان تكون اتأمرت تروفيا الجديدة. فبتوافق أوليفيا وأخيرا بيتحقق حلمهم هما الاتنين. وبنكتشف إن الرواية بتاعت أوليفيا بتحكي عن قصتها مع ألكسندر، وبتحكي فيها عن كل المغامرات اللي عاشتها معاه علشان يثبت إن هو بيحبها. وبيعيشوا الاتنين في سعادة وبيتجوزوا. والهنا بيخلص الفيلم. سلام.